عسلامة ومرحبا بكم. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، حاجات تنجموا تعتمدوهم في رمضان، تحضيرات رمضان تربحكم برشا وقت في الكوجينة. كيفاش ننظف البصل، كيفاش نحتفظ بالمعدنوس باش يقعد لي تري كيف القنارية. دونك اول حاجة باش نعملها باش ننظف كيبات القنارية بالطريقة هذه. نحيوا لها هذوك الاوراق اللولانيين من الفوق، ومن بعد تبداو تنحيوا بالورقة هكايا بالسكينة باش القلب نتاع القنارية تحافظوا عليه. دونك كما تشوفوا في الفيديو بالطريقة هذه. دونك كما تشوفوا لهنا كيفاش باش نحي الورقة باليد يتنحى معها القلب. باغ كونتر كي تنحيوها بالسكينة ما يتنحاش القلب نتاعها. نحاولوا ننظفوها بالطريقة هذه، نحيو هذيك القشور بالكل، نحطوا القلب نتاع القنارية ونحاولوا نحيو هذيك الشعر اللي في الوسط نتاعها ديريكتومون. نعصروا فيها القارص. انا من الاول ما عصرتش القارص بتال فاصون ولات لي كحله غامقه. دونك من الاول لازمكم تعملوها بالقارص باش تحافظوا على اللون نتاعها. دونك نحط لهنا شويه ماء بحذايا ونعصر فيه القارص ونخليهم لو طون. انا كملت الكعبات الاخرين ولهنا باش نحي لهم هذيك التوكسيك نتاعهم باش تقعد بطريقه صحيه، تكنجلوها بطريقه صحيه. نغلي الماء مليح ومن بعد نعصر فيه كعبه قارص ونحطهم 5 مينوت فوق الغاز يغليو شويه. من بعد نشفهم مليح ونحطهم يبردوا بالكدا. ومن بعد نحتفظ بيهم في الكونجيلاتور في حكايكه صغيره، وهكايا القناريه نتاعكم تبدا حاضره وبطريقه صحيه في نفس الوقت. نجموا تحطوهم في دي ساشي كونجيلاسيون كيما هكايا، والا تعملوا حكايكه تبدا تتحط في الكونجيلاتور. دونك انا باش نحطهم في حكايكه كيما هكا، وهاكا كيف تجيو طيبوا تلقاو القناريه نتاعكم حاضره. ما تضيعوش الوقت في الكوجينه في رمضان. دونك لهنا باش ننظف المعدنوس نتاعي. انا المعدنوس ننظفه ونقصه مليح ومن بعد نحتفظ به في الليبول ولا في حكه ما غير ما تغسلوه باش يحافظ على اللون نتاعو ويشدكم اكثر وقت. انا يقعد لي بريسك اكثر من 15 يوم في الفريجدير في حكه. دونك نقصوه كما قلت لكم ما غير ما نغسلوه ونحتفظوا به في حكايات يبداو بلاستيك والا باللار كيف ما تحبوا. دونك كما تراو بالطريقه هذه يبدا شايح. ونجي في الحكه نتاعي ونحط كعيبه بابيي باش تشرب ليميديتي نتاع الخضره نتاع المعدنوس. بالطريقه هذه وهكايا المعدنوس نتاعنا يقعد تري ما يصير له حتى شيء. كيف بالنسبه للكلافس نحط بابيي كما قلت لكم باش تشرب الليميديتي نتاع الخضره، ونحطوا كعيبات الكلافس بالطبيعه نظفتهم وما غسلتهمش خاطر كيف نغسلوهم يفسدوا في ساعه. دونك يقعدوا هكايا شايحين ونحتفظوا بهم. ونزيدوا نحطوا بابيي من الفوق انا من الاول نسيتها من بعد ذكرتها، ونغطيهم ونخليهم في الفريجدير على رواحهم. هكاكا نربحوا برشا وقت في الكوجينه. ولهنا باش نتعدى ننظف البصل كيف دونك كيف البصل ننظفه ونقشره ونحيلو الشوائب نتاعو الكل ما غير ما نغسلو. نحتفظ به في لي ساشي كونجيلاسيون. انا عندي نوعيه نتاع المرمز هذيك الجويد، وعندي نوعيه الاخرى هذيك نعتمدها باش نطيب بها الاطباق الاخرين. دونك كما قلت لكم ما غير ما نغسلوه. لهنا نظفت البصل الكل كيف كما قلت لكم باش نحطو في دي ساشي هكايا كونجيلاسيون ونخبيهم من اللوطه. ما نحطوش في الكونجيلاتور، جيست نحطو منظم في الفريجدير من اللوطه. وهكاكا يبدا الفريجدير نتاعكم نظيف. وكيف تدخلوا للكوجينه تلقاو كل شيء اموركم واضحه، كل شيء نظيف. اهو كطيبوا اكاهو. وهكايا البصل نتاعي حضر باش نحطو في الفريجدير من اللوطه. وكيف السفناريه دونك نظفلها الشوائب نتاعها الكل ونحط كونتيتي مقشره والكونتيتي الاخرى ما نقشرهاش، جيست نحطها في دي بول ونخليها اكوتي باش ما يقعدناش الفريجدير نتاعنا داخل بعضه. كما قلت لكم نسهلوا على رواحنا برشا قضيه.
دونك لهنا الكعبات هذوما باش نقشرهم كيف باش نحطهم في حكة. بالطبيعة ننظفهم ونغسلهم ونلقاهم حاضرين للايامات الاولى نتاع سيدي رمضان. دونك كيف لهنا باش نخليهم تحت منهم بابي باش يشرب لي هذيك الهيميديتي نتاعها بويسكو هي مقشره. كيف للفلفل دونك نحطو في ساشي هكايا كيف يحافظ على التراوه نتاعو ويقعد لنا طري اموره واضحه. حطيت الفلفل الحار وحده والفلفل الحلو وحده نتاع السلطه المشويه ونخليهم في الفريجير من لوطه كيف. وهذه التحضيرات نتاعي كيف اللحم. دونك نحط اللحم نتاع الشوربه اكوتي ونحط اللحم نتاع التطيب اكوتي على حسب عدد اشخاص العائله نتاعكم. دونك ونكتب عليهم اللحم الشوربه وحده واللحم الاخر وانتم والطبق نتاعكم اللي باش تطيبوه. وهكايا كان الفيديو نتاعي ان شاء الله يكون عجبكم وتعتمدوا الافكار يعاونوكم برشا في الوقت نتاعكم في الكوجينه. تلقاو كل شيء حاضر بين يديكم. ان شاء الله رمضانكم مبروك وشهيه طيبه الناس الكل وبسلامه.